أهلا بكم مع الهواية كرة القدم وكأس العالم قطر 22 واللي شهدت أحداث جديدة وعديدة. البطولة أقيمت لأول مرة في بلد عربي في قطر وتحت حضور دائم لأمير قطر ومشاركة كل نجوم العالم اللي بعضهم كان حزين طبعا لخروجه المبكر من البطولة وخاصة الفريق البرازيلي الكبير، والبعض الآخر كان سعيد جدا طبعا زي فريق الأرجنتين اللي هو وصل لنهائي البطولة ولم تؤثر عليه هزيمته من السعودية، بل كانت شرارة انطلاق من جديد ودفعة قوية للأمل. قطر 22 لأول مرة تشيد ملاعب عملاقة، 8 ملاعب معدة وتتسع لآلاف الجماهير، وكانت كحل مؤقت لضيق مساحة دولة قطر. الملاعب دي طبعا قابلة للتفكيك وتعديل السعة والاستفادة من مخلفاتها مرة أخرى، وإهداء ملعبين لفرق قطرية. الملاعب كانت مجهزة على أحدث طراز وأحسن مستوى وأبهرت العالم بنظافتها من الداخل ومن الخارج. علاوة على ذلك استفادت قطر بالسفن العملاقة في قطر 22 للإقامة والمبيت والترفيه لكل الجماهير اللي حضرت علشان كرة القدم مش لأغراض أخرى. أيضا شهدت قطر حدث جديد وهو تحكيم المرأة، ولأول مرة الفيفا بيدفع بالمرأة للتحكيم في الملاعب، وكانت البداية في قطر 22. 7 حكام أثبتوا كلهم جدارتهم بتحكيم المرأة، وكانت تجربة ناجحة وستطبق في كل الملاعب في العالم بأسره. والجديد والملفت للنظر في كأس العالم قطر 22 بس العزيمة والإصرار للاعبين داخل الملعب من خارج الملعب، وده شفناه مع منتخب المغرب خصوصا وبحضور عائلات اللاعبين حتى المدرب وليد الركراكي، واللي كانت من أسباب تألق منتخب المغرب ووصوله للدور ربع النهائي، وعلى نظام الحروب القديمة لشد الهمة. شفنا برضو في قطر 22 ابنة أمير قطر الأميرة مياسة وهي بتوزع الهدايا على جماهير العالم بمختلف جنسياتهم وألوانهم وظوائفهم أيا كانوا. من الأشياء الجديدة شفنا برضو في مونديال قطر 22 شيء جديد، سيدات من شتى أنحاء العالم بتتهافت على الحجاب كتجربة أو نيو لوك جديد، وشفنا مدى فرحتهم بعد ارتداء الحجاب وظهورهم به في قطر 22. أيضا من الأحداث الجديدة في قطر 22 إن احنا شفنا بعض الملاعب تقام فيها صلاة الجماعة لأول مرة، وشفنا برضو بعض الملاعب بتعمل افتتاحية بالقرآن الكريم. علاوة على ذلك شفنا توافد الأجانب من مختلف الجنسيات بيتوافدوا على المساجد بمجرد بس ما بيسمعوا الأذان، لا وبيدخلوا المساجد من جوه وبيشوفوا الطراز الإسلامي والروحانيات داخل المساجد كأشياء لم يروها من قبل ولم يتعرفوا عليها من قبل في أي مكان. برضو كأس عالم قطر 22 شهدت أحداث جديدة خارج الملاعب، وهي استضافة الجمهور القطري وأهالي قطر للوفود والجماهير من كل أنحاء العالم كافة جنسياتهم، وحضور المباريات معاهم وشرب القهوة ومشاركتهم لهم في الفرح وفي الحزن. مش بس كده، ده الجمهور القطري والشعب القطري أكلهم وشربهم حاجات عمرهم ما أكلوها، وخصوصا الكبسة والسمبوسة والشكشوكة، ودي أكلات عربية. كأس العالم في قطر 22 شهدت أيضا تألق المنتخب السعودي وفوزه على الأرجنتين وإصابة جماهيره بحزن مؤقت لأنهم بعد كده وصلوا لنهائي كأس العالم. وزي ما تألق المنتخب السعودي تألق أيضا أسود الأطلسي المنتخب المغربي. المنتخب المغربي قدم للكرة العربية كل ما هو جديد، قدم لهم الروح والعزيمة بإصرار لاعبيه وقدرتهم على مجاراة نجوم العالم ند بند وفرصة بفرصة، وتألق رائع من حارس المنتخب المغربي بونو، الحارس العملاق اللي زاد عن مرماه لآخر لحظة وحتى الدور قبل النهائي. برضو شفنا تألق المدرب الموهوب وليد الركراكي اللي اتولد في فرنسا وعاش في فرنسا ولعب في فرنسا وأخيرا واجه فرنسا، وقدم كل ما لديه للكرة الإفريقية والعربية. وطبعا
هذا التألق كان سبب في أن إفريقيا يكون نصيبها 9 مقاعد ونصف في كأس العالم المقبل إن شاء الله، واللي بيقام في 3 دول لأول مرة. دمتم بخير. أخوكم بدر عشري، قناة هواية وفن وابتكار، والسلام عليكم.